السلام عليكم. يعني لما يبقى في اكتشافات أثرية في السودان في الوقت الحالي عملتها جامعة شندي، وفي مؤتمرات سياحية في سوريا بيعلن عنها التلفزيون السوري. طيب الناس دي قاعدة هنا ليه في مصر، سواء السوريين ولا السودانيين يعني؟ ما عندما ده دليل ان البلد امنه. مش معقوله بلد مش امنه هتعمل اكتشافات اثريه. يعني ده تاني دي حاجه اسمها يعني نوع من الرفاهيه. مش معقوله بلد مش امنه هتعمل مهرجانات سياحيه وتعمل دعايه سياحيه لسوريا. يعني والتلفزيون السوري عمال يروج ليها، وفي الوقت نفسه في نفس الوقت التلفزيون السوري بيروج ان الحقوا هيمشوا اللاجئين وهيمشوا الضيوف وهيودوهم يرجعوهم سوريا، وسوريا مش امنه. طب ما انت بتعمل حفلات بتاع سياحه ازاي، وبتعمل مهرجانات سياحيه ازاي؟ ولا انت بتوزع سكان البلد على بال ما تبنيها انت، وعشان يبعتوا لك عفوا، وعشان يبعتوا لك الدولارات بقى من مصر، ومش مهم اقتصاد مصر اللي عمال يدعك ده. يعني هو العيب مش عليكم طبعا، هو العيب مش عليكم انتوا. احنا المفروض زي ما انتوا بتشوفوا مصالح بلدكم احنا كمان نشوف مصالح بلدنا. ما نبقاش فاتحينها كده يعني لكل واحد معدي جاي قاعد ويقول لك اصل مش امن. يعني انت كده انت هتصدر عدم الامن والامان برضو للمصريين. لان لو المصري اللي قاعد يعني ما عندوش حاجة، ولا يعني مش ده برضو هيبقى عدم امان؟ مش ده برضه يعني هيخلي معدلات الجريمة تكتر؟ يعني ده برضه تساؤل. يعني ما هو ما فيش حد ما عندوش حاجة، ما عندوش أمان، وقاعد رايح جاي على بلده. ما فيش أصلا لاجئ بيفضل رايح جاي على بلده، ده ضد قانون اللجوء. فيا ريت بقى ان احنا ايه يعني نخف شوية على المصريين. ويا ريت ان الدولة المصرية كمان تتخذ اجراءات. يعني يعني دي شواهد حتى ان الناس دي بلادها آمنة. مش كده ولا ايه؟